حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم وهنعمل مع بعض وصفه الجلاش، وباذن الله هتعجبكم وبطريقه سهله جدا جدا جدا. يلا بينا نبدا. تعالوا الاول نبدا بالمقادير. معايا نص كوبايه سمنه مسيحاها كويس جدا، وبعدين هدهن الصينيه زيت، ومعايا هنا نص لفه جلاش اهي زي ما انتم شايفين. انا ملفيها يعني ايه عشان ما تنشفش. ومعايا هنا عجوة، ومعايا هنا فول وزبيب وجوز الهند. لو مش عايزه تحطي الخليط اللي هو عباره عن فول وزبيب وكده ما تحطيش عادي، وممكن عجوة بس. تمام. يلا بينا نبدا. زي ما قلت لكم اول خطوه جبت الصينيه ودهنتها زيت. لازم تدهنيها زيت كويس جدا. وبعد كده هفرد اول طبقه وهكذا، يعني كل ما افرد اول طبقه احط معلقه سمنه، كل ما افرد اول طبقه ادهن سمنه. تمام. هوريكم خطوه خطوه. يلا بينا نبدا. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه دهنت الصينيه سمنه، وبعد كده حطيت اول طبقتين ومن كل طبقه سمنه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. زي ما انتم شايفين كده اهو، كل ورقه فيها ايه دهنه سمنه. بس يا حبيبي، بصوا معايا هنا ايه ورقه هتنيها زي المربع كده، وهدهنها برضو رشه سمنه، وبعدين احط الحشوه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي عباره عن عجوه. ولو عايزه احط زبيب وجوز الهند احط. هحط نص كميه العجوه اللي معايا، وافردها كويس جدا. وهنا زي ما انتم شايفين اهو حطيت طبقه العجوه. مش هحط بقى زي ما قلت لكم فول وجوز جوز الهند، مش لازم بقى، حسيت ان هي كده هتبقى خفيفه. وبعد كده احط الورق زي اللي انا حطيت في الاول، احط بعدين. وهكذا برضو سمنه في كل طبقه سمنه. زي ما انتم شايفين كده، نفس اللي عملته في الاول هعمله بعدين. سهله وسريعه وحاجه حلوه. خلاص دي اخر ورقه. بصوا بقى ايه هخبي الجنوب دي كلها ازاي. بقوم جايبه اول طبقه انا عملتها في الاول، بقوم رفعاها كده، واقوم جايبه اخر طبقه انا عملتها من فوق وبقوم حطاها تحت زي ما انتوا شايفين كده. مامي كده. ماما 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 فهمتم؟ ماما 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 ماما.
خلاص زي ما قلت لكم، حطيت اول ورقه من فوق من تحت، وبعد كده دهنت في الاخر سمنه، وبعد كده هقطع. لازم اقطع قبل ما ادخله الفرن. قطعي بقى التقطيعه اللي تريحك. انا هقطعه على شكل مربعات كده، وبعد كده هدخله الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن هسقيه شربات. وهنا خلاص قطعته زي ما انتوا شايفين كده. طريقه سهله جدا وحاجه حلوه. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك للقناه. هدخلها الفرن بقى واوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن، واوريها لكم برضو وانا بسقي الشربات. تعالوا بينا بقى ايه نعمل الشربات مع بعض. اول حاجه معايا هنا كوبايه سكر، وهحط كوبايه زيها يعني كوبايتين سكر، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه. ادي كوبايه ميه، وادي نص كوبايه. هنا خلاص رفعتهم على النار. اول بقى ما السكر يسيح هسيبهم كده لمده 10 دقايق. اول ما احس ان هو خلاص تقل هعصر عليهم نص ليمونه، وبعد كده اقفل. زي ما قلت لكم كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه ورشه فانيليا. زي ما انتوا شايفين خلاص كده هو خلص. هعصر بقى ايه النص ليمونه بس، هقفل عليه بقى. اول ما الجلاش يخرج من الفرن هسقيه بالشربات اللي احنا عملناه مع بعض. وهنا خلاص طلعته من الفرن. ايه رايكم؟ ما ينفعش احط الشربات سخن والجلاش سخن، لازم يكون في حاجه فيهم بارده. فانا طلعتهم يهدوا والشربات يهدى شويه، وبعد كده هسقيه شربات. واتفضل كام ورقه من الجلاش. عملتهم صوابع بس عملتهم بالفول والزبيب وجوز الهند اللي انا وريتهم لكم في اول الفيديو. مرضتش احطهم مع الجلاش مع العجوه، فعملتهم ايه كده صوابع كده. ايه رايكم؟ انا سبت بيت شاطره. يلا بقى ايه خلاص الشربات برد، يلا نسقيه. زي ما انتوا شايفين اهو خلاص خلصنا. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. هي سهله جدا جدا جدا، واتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك للقناه. ايه رايكم؟ اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.